فيما يخص الانتخابات، هل انك حددت القائمه الانتخابيه اللي باش تنتخبها سواء مستقله ام حزبيه؟ هو مستقل وحددته عنده مدة اكثر من شهرين. والله اخترت انسان يفهم في القانون، واخترت واحد باش يمشي يكتب دستور. انا اخترت على اساس هذاك. بالنسبه لي انا حددت زوز احزاب وباش نرشح واحد منهم. الحملة الدعائية ماهيش كاملة، فما برشا عباد ماهمش فاهمين حتى قداش من حزب، وكل حزب شنو البرامج اللي داخل بها وليش يطمح وشنو البرانسيب نتاعو. بالنسبة لي أنا برضه باش نمشي ننتخب، عندي الحزب نتاعي مقتنع به، وإن شاء الله كيما وعدنا يوفي. على أي أساس أنت اخترت والله حسب البرامج الاقتصادية أكثر حاجة أنا تهمني هي معناها التنمية الجهوية أكثر حاجة تهمني، وحكاية تشغيل البطالة. حددت سنة الموقف. نجم تقول تنجم تقول لي، خاطر مرة نقول هذا مرة نقول هذا مرة نقول هذا، معناتها نزيد معناتها واعيين بدرجة كبيرة برشا. صورتنا في العالم محطوطة معناها على المحك. الإنسان يختار حزبه اللي هو معناها باش يغدو على حي وليداته، ينجم يكون عنده مستقبل ويكون مرتاح. أنا حددت بيان سور الحزب اللي باش نختارو باغ دي برانسيب. أنا نختار حزب دي برانسيب، ماذا بيا حزب ما نبعدوش على اللي كنا عايشين فيه قبل. ديما نركزوا على الحرية، نركزوا على حرية المرأة، نركزوا على حرية التعبير، وماذا بينا ننساو اللي فات ونبداو من جديد. حق حزب جديد ما نجمش نقول اسمه حزب جديد، قدم برنامج تقوى برشا، عمل برشا زيارات للولايات باش يعمل برامج اقتصادية ودينية وكل شيء، حاجة باهية الحمد لله. وإن شاء الله نكون اخترت الحزب الحاج بيه واللي باش يعاون المواطن. معناها الحزب اللي باش نختاره كل شيء وفق قناعاتي ومعناها والبرامج الحزب معناها عجبتني. الحزب اللي باش ننتخبه باش نصوتوا على الزهر. التصويت مش يوقع على الزهر، فهمتني؟ حاج انت مازلت لحد الان لحد الان ما عندي حتى واحد، ما عندي حتى واحد. وان شاء الله ربي يجيب لنا واحد صالح، يجيب لنا ربي واحد صالح. ان شاء الله غدوه اللي باش نمشي نشوف انا ونشوف اللي باش نعرفوا معناها اللي باش يفيد البلاد هو اللي ننتخبوه. الوقت متاخر باش الواحد والله شو نقول لك مش متاخر، خاطر كثافه الاحزاب هي اللي معناها هي اللي نحن ما مستانسين بحزب واثنين، حتى في الدول الاوروبيه اثنين ولا ثلاثه تلقاهم مشاركين. هنا في تونس تفرق لنا برشا احزاب، شكون باش تختار شكون، والناس كلها تحب تخدم البلاد، وكل الاحزاب انا نتصور كلهم يحبوا البلاد هذي، فماش واحد ما يحبهاش من الاحزاب اللي مشاركه الكل. فهمتني خويا؟ الاحزاب هذه اللي مشاركه كلها توا ومترشحه للمجلس السياسي كلهم نورمالمون يحبوها البلاد، والناس كل تحب تخدم كل واحد من موقعه. الحملة الانتخابية باهية كهو، خاطر يمشيو يعملوا أكثر وقت باش نزيد ندخل بعدي أنا، أما هكا سافا. المرحلة يعني الببليسيتي اللي صارت الانتخابات وكل شيء نحسها ناقصة أنا، ماهيش كافية وماهيش واضحة. يعني نفس الأحزاب كلها تحكي نفس المعطيات. وانت حددت اختيارك وغدوه حددت وانا الاختيار بتاعي كانت كافيه للي يحب يختار، واللي يحب ينتخب، واللي من الاول معناها ماهوش ناوي باش يختار وماهوش ناوي باش ينتخب معناها ما اجتهدش باش يلوج وباش يسال. ناقصه شويه التوعيه، سيرتو جات معناتها الانتخابات البريود هذيا الاخرانيه باش عرفنا شكون وشكون، معناتها ما جاتش من قبل. من العمليه ان شاء الله نتمنى كل خير. يصرفنا العليا في بلادنا ويعاونونا في كل شيء، يعاونونا في ديننا، في معيشتنا، في حياتنا، في تربيه اولادنا، في كل شيء. حسب رايك الحمله الدعائيه اللي سبقت الانتخابات كانت كافيه باش لا يا حمله باهيه، عجبتني بالنسبه للانسان، عجبتني ياسر، والناس اشتغلت فيها برشا وخدمت فيها برشا العباد، واول مره تصير في تونس الحكايه ذي.
بارابور قبل الفيلم يعملوا هنا بالكذب ويعدوا، لكن ان شاء الله السنه بالكدا كل الحساب زاد كيف الانتخابيه ما كانتش كافيه، خاطرها ثم برشا احزاب ما وردش البرنامج نتاعها في المناشير نتاعها في خصوص الوقت كان يقصى شوي كافيه باذن الله، لان الشعب التونسي يتبع فيها معناها يوميا صباح وعشيه. معناها الشعب التونسي كله في باله شنو قاعد يصير في بلاده، وكما قاعد في باله كل شيء اللي يصير في العالم كله. كنت جيت من الشباب، ماذا بيا حزب بيان سور يكون مركز اكثر على طموحات الشباب وعلى مشاغل الشباب. وكذا بالنسبه للحمله الدعائيه ممكن تقول ما كانتش كافيه، البيريود جات فما صارت برشا مشاكل، صارت برشا حكايات، كثروا الاحزاب. الحزب نتاعي على خاطر عنده برنامج باهي عفوا، الحقيقه ثم بوان حاجتي بها في الحزب هذايا، خاطر مش باش يفصل الدين عن السياسه. والله سبب الحملات توا حاجه هذه جديده في تونس، ما كناش نراوها كي ما كناش عندنا حريه تعبير وتحكي ولا فيها كيما نقولوا امبيونس وكل. لكن زاد من جهه اخرى انا نشوف اللي احنا الحاجه الباهيه في الثوره نتاعنا اللي تلامينا الكل صوت واحد. توا كي ولات 100 وقداش نحزب تفرقوا الاصوات وتفرقوا العباد، ولات برشا اراء وكل شيء، هذاك اللي يخوف شويه. ثم حاجه اخرى زاد انا والله هذيا ريتها معناتها مكتوبه على حيط في حومه عاديه واثرت فيا، معناتها مكتوب شياب يحكموا في الشباب. هذيا خليني نفكر برشا ونخلي نعطي الصوت نتاعي لشكون يمثل الشباب اكثر من اي شيء. هو يعني ديني بحت، يعني ما طالما احنا منا توانسه ومسلمين، طالما لازم يكون منا الحزب الحاكم اللي بيجي جديد ما يغيرناش البند الاولاني نتاع الدستور نتاعنا، والبقيه يخدموا على ارواحهم على اساس ينجموا يتعاملوا مع الدول الغربيه والحياه اللي هي منها نتاع يحسنونا وضع البلاد، ينحوا لنا النهب والسرقه والواحد ترجع بلادنا باهيه. ما يهمنيش انا باش ينفعوني انا، ينفعوا غيري، ينفعوا اللي ينفعوه انا راضي بيه.